السلام عليكم حباباتي، مرحبا بكم. معكم نعوم. اليوم درنا لكم عصير البيتراف او عصير الشمندر. عصير الشمندر هذا مفيد لاصحاب فقر الدم، سيرتو الولاد اللي ما ياكلوش البيتراف. تخدمي لهم عصير كيما هكا بارد وشباب وصحي، وما فيهش مقادير بزاف، ما فيهش تكلفه بزاف، حوايج بسيطه، وانتي خدمتي عصير هايل ما شاء الله. تابعوا معايا البنات، غادي نوريكم كيفاش نخدموا عصير الشمندر. شوفوا الله يبارك كيفاش راه خارج معنا ما شاء الله، يخرج لك ثقيل وشباب هايل. غادي نستحقوا حبه بيتراف وحبه لين وحبه خوخ وحبه تفاح. الفاكهه اختياريه، تقدري تستعملي اي فاكهه توفرت عندك، تشينا، بانان، اي فاكهه خدمي بها عصير البيتراف. اي باش تغيري الجو تاع البيتراف استعملي ديك الفاكهه، وباش تحصلي على سكر طبيعي. هنا نقينا حبة البيتراف تاعنا وقطعناها، وزدنا حبة التفاح درناهم في الميكسور، التفاح والبيتراف وحبة تاع اللين وحبة الخوخ، زدنا عليهم ماء معدني، ميكسيناهم غاية، ميكسوهم غاية، ومن بعد صفيناه كما راكم تشوفوا البنات غاية. ومن بعد ذقته انا لقيته خاصها السكر شويه، خاصها حلاوه، زدت عليه مغرف سكر وخلطتها غايه، وتقدميه بارد بالصحه والراحه. غادي يجيك عصير شباب وهايل. ما تنساوش البنات تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدعمونا باللايك.